صحيت النهارده اتفاجئت النهارده واحد شعبان. قلت ايه ده؟ فضل شهر على رمضان. ده رمضان كان اول امبارح. المشكله ان احنا في رمضان، كل رمضان بنمشي في سطر وبنسيب سطر. مش بتفضل مواظب على العباده زي مثلا اول 5 ايام، اول 10 ايام الحافز بيقل، الطاقه بتقل. انا مش شيخ يعني، انا مش اللي هو يعني باذن الله ربنا يملي على لساني الكلام الصح اللي يتقال او الكلام المظبوط عشان بس الناس في الكومنتس يعني، ولكن انا في حاجه شفتها وحاجه استفدت بيها، فلعل الناس باذن الله تستفاد بيها وتنتفع بيها وبس. يعني انا بتكلم زي ما قلت لكم في اي حاجه وتيجي في دماغي يعني وخلاص، عشان ما نطولش كتير. يعني ايه اصلا الاستعداد لرمضان؟ يعني انا عندي رمضان، احنا كنا نخش رمضان، يعني مفيش حاجه اسمها استعداد اصلا، كلنا كل شهر نخش رمضان وخلاص. ده اللي اكتشفته بقى، ان في حاجه اسمها اصلا استعداد لرمضان. انت في شويه حاجات بتعملها عشان تكون مستعد للشهر ده اللي هو بيجي مره واحده في السنه اصلا بس. ف دي حاجه مهمه ان انت لازم تعرفها ولازم تدرك ان هي موجوده اصلا. عندي اوتلاين قدامي. اول حاجه الاستعداد ده، يعني حتى لو هتستعد للماتش تمام، معنى ايه الاستعداد؟ ان انت يكون عندك اول حاجه مهاره، تكون قاعد بتتدرب، تكون قاعد بتحاول تحسن نفسك في الشوتينج، في الباسنج، وانت مثلا بتلعب كوره، عشان يكون عندك مهاره تعرف تكسب بيها، تعرف تعدي بيها، وهكذا. تاني حاجه بتتدرب على اللياقه، ان انت ممكن تكون مهاري جدا بس مش بتقدر تكمل نص الماتش. فده يعني ده مهم جدا ان انت تكون الاستمراريه في الماتش زائد ان انت تكون مهاري. هنيجي بقى نعمل اسقاط على شهر رمضان. دلوقتي انت تستعد ازاي لشهر رمضان؟ عندك ممكن حاجات كتير جدا تعملها. ابسط مثال ان انت مثلا تقعد، انا هقعد لمدة ساعة بقرا قرآن بتدبر بهدوء، واحاول اهدى كده وارسى وافهم معنى الايات واقرا كويس، والدنيا بالراحة. يعني مش بقرا عشان اقرا ان انا لازم يعني انا خلاص قريت، لا، اقرا وانت عايز تفهم فعلا. فممكن دي تعملها. ممكن مثلا تحط حاجة ان انت انا هصلي عدد ركعات معين في وقت معين ويكون كتير، فانت كده بتهيأ نفسك، بتدرب نفسك ان انت تستعد لرمضان. مش اول ما يخش رمضان تقعد بعد اول 3 ايام خلاص انا تعبت يا جماعة، انا مش قادر اكمل، لان انت مش مستعد. ده حتى يا اخي يعني هو رمضان يعني هو يعتبر موسم تجاري بحت. يعني انت ابسط مثال التاجر، يعني في بضاعة في رمضان وبيبيع كتير وموسم الناس بتشتري فيه، فهو بيجهز البضاعة دي قبلها بشهور أصلا عشان يعرف البضاعة دي هتيجي امتى ايه هي بالظبط، ويحطها ويسعرها فموضوع كبير. ما بالك بقى علاقتك مع ربنا، المفروض تعمل فيها ايه؟ يعني ده شغله، بس انت بتعمل يعني حاجة أهم من الشغل، فانت دي المفروض تحط لها مجهود. واي حاجه في الدنيا عشان تتحسن فيها المفروض تحط فيها مجهود، حتى علاقتك مع ربنا. وده للاسف اللي احنا بنهمله، ان انت بتحط مجهود في الكورسات، في تطوير اللغه، في الرياضه اللي انت بتلعبها، لكن اهم حاجه في الدنيا واللي انت اصلا مخلوق عشانها علاقتك مع ربنا مش بتحط فيها مجهود، او عادي، او بتعملها كده عشان اسمك تكون انا صليت 5 صلوات. طب انت صليت بتدبر؟ طب انت ايه اصلا الصور اللي انت قريتها؟ يعني قول لي كده ايه الصور اللي انت قريتها. طب انت كنت بتحاول تجاهد نفسك ان انت ربنا يرزقك الخشوع وتحاول تخشع حتى لو انت لسه ما وصلتش المرحله دي وقلبك مش قادر يخشع؟ هل انت بتحاول تبقى احسن، ولا بتصلي عشان اكون صليت، عشان قدام ربنا اكون صليت؟ فالموضوع ما بيتاخدش كده. الموضوع مع ربنا لو انت عايز فعلا تبني علاقه مستدامه وعلاقه قويه، وتبقى مستوى علاقتك مع ربنا عالي، الموضوع مش بيمشي اللي هو 1+1=2. الموضوع بيبقى اعمق من كده بكتير. نيجي بقى لنقطه تانية. خلاص يا عم عمر، انا عرفت ان في حاجه اسمها استعداد لرمضان وما ينفعش نخش كده بدماغنا، لازم في استعداد وفهمنا ايه هو المفروض نعمل فيه ايه والكلام ده كله. طب ايه اصلا فايدته؟ يعني انا هستفاد ايه لما انا يعني استعد لرمضان، ومش هستفاد ايه لو انا ما استعدتش لرمضان؟ اول حاجه وهي كسر فجوه البدايه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت، يعني مثلا واحد بيقول انا هتعود على رمضان، يقعد اول اسبوع كده بيحاول يتعود، فهو بيضيع مبدئيا طاقه، بيضيع وقت، بيضيع حاجات كتير قوي. وكمان بقى في ناس بتجلد ذاتها ان انا مش عارف انتظم، مش عارف اعمل، ورمضان بيضيع عليا. فانت ليه تعمل كده؟ ما انت عندك قبل رمضان، قبل رمضان توب الى ربنا توبة نصوحة، وادعيه ان هو يغفر لك ويهيئ قلبك فعلا ان انت يعني مثلا ما تكونش قاعد قدام القرآن بتقرا وانت يعني مهموم، او انت مش قادر تقرا، او القرآن قدامك مش قادر تمسكه، بتصلي من غير نفس. فادعي ربنا ان هو يرزقك
الهداية والتوبة، وان هو يشرح صدرك للقرآن، ويشرح صدرك ان انت تصلي فعلا بخشوع، وتصلي عشان انت حابب ان انت تقابل ربنا ومبسوط فحاول تستشعر الحاجات، ما تاخدش الموضوع بطريقة جافة. ما تاخدش الموضوع ان انا لازم اصلي او عشان ربنا، وانا ماشي وده كده كده. بس انت حاول تعيش العلاقة بتاعتك مع ربنا، تعيش الصلاة، تعيش قراية القرآن. تحاول آية ما فهمتهاش تخش تشوف تفسيرها، تتدبر تفسيرها، هتلاقي مستوى علاقتك مع ربنا بيزيد، ومستوى خشوعك بيزيد. اعرف ربنا، اعرف يعني ايه اسماء الله الحسنى، ايه الفرق بين الغفور والغفار، ليه اصلا في اسمين شبه بعض. وهتعرف عظمة اسامي ربنا وعظمة اللغة العربية. ويعني لما مثلا تيجي تقرا في القرآن هتعرف يعني عظمة القصص الموجودة والدروس المستفادة منها. بجد أفضل من أي كتاب. يعني مرجعك الأول هو القرآن. والناس بتقعد تقرا في الكتب المنتاليتي، ماشي الكتب دي مهمة وكل حاجة، ولكن الكتب دي فيها حاجات مغلوطة، ومش لازم كل حاجة تاخدها كأمر مسلم بيه، لأن هي معمولة من الغرب، وفي شوية تاتشات مش صح. تاني حاجة إن هي بتفتقد لمعنى الدين. بياخدوا كل حاجة بواحد زائد واحد بيساوي اتنين. مفيش حتة الدين، مفيش حتة الروحانية. فأنا مش بقولك ما تقراش فيها، بالعكس اقرا فيها وثقف نفسك، وده يعني شيء لازم. ولكن أهم حاجة إن أنت أصلا مسلم، اعرف دينك، دي أهم حاجة في الدنيا. بعد كده بقى اقرا واعمل وسوي. فالقرآن مرجع كبير جدا، وهتلاقي الكتب دي واخدة حاجات كتير جدا، أو يعني مش واخدة، بس يعني حاجات كتير قوي من الكتب دي هتلاقي إن أنت أصلا عارفها من القرآن. القرآن فيه كل حاجة. في دروس عن المقايضة، دروس عن طريقة الكلام، دروس عن التفاوض، دروس عن طريقة العرض، دروس عن طريقة الكلام وطريقة القعدة يعني السوفت سكيلز بشكل عام موجودة في القرآن. ودروس تستفاد بيها من الناس بتوع الصحابة والنبي. فبتفهم حاجات بجد بتحسنك بشكل كبير قوي قوي يعني. فبالتالي لما انت تعمل الحاجات دي هتحس بخشوع، هتحس ان انت قلبك خلاص لان بقيت قدامك المصحف، لا انت عادي عايز تفتحه، مش حاسس ان انت مش قادر تفتحه، او عارف انت كده في حاجز ما بينك وبين المصحف. فتخش رمضان وانت ما تضيعهوش، يبقى انت اوريدي مستعد قبل رمضان، يبقى عندك خشوع اكبر، تحس فعلا بلذة الشهر. مش تقول رمضان ما بقاش زي زمان، رمضان مش بحس بيه، رمضان ما مش بعمل فيه. فده اللي هيأهلك فعلا ان انت تعيش الشهر ده، وتحاول فعلا لما تطلع منه والله ده انا عملت فيه كذا وكذا وكذا، وحسيت بريكفري ان انا قبل رمضان، من رمضان لرمضان، يعني الفترة اللي في النص دي لا دي عملت فيها حاجات وحشة وكده. فانا رمضان عمل لي اعادة زي ما بيقولوا كده اعادة ضبط مصنع. لما تعمل التليفون بتاعك تحس ان انت اتغيرت فعلا، وداخل على العيد وداخل على الشهور الجاية بشكل احسن، وبتعلي نفسك وبتبقى افضل. طيب في واحد ممكن يسألني يقول لي طب انا اوصل للخشوع ده ازاي؟ يعني انا ماشي لازم استعد قبل رمضان عشان الخشوع يبقى عندي كبير، واخش رمضان اخش سخن كده، وابقى الوضع عندي افضل بكتير. مبدئيا الخشوع ما بيجيش بالعافية يعني. مش اللي هو انا هعمل حاجة هيجي الخشوع على طول يعني. الموضوع بيجي اول حاجة بانضباط وإرادة. ان انت مثلا انا هختار يومين في الاسبوع، اليومين دول انا هقعد فيهم هقرا مثلا 5 اجزاء من القرآن، يعني انا بقول مثلا. فانت ساعتها حتى لو انت بتقرا وانت مش مستشعر، وانت قلبك لسه لسه تحس كده قلبك في قفل، في حاجه ماسكاه، مش عارف تخشع، مش عارف تدبر، بتتشتت، عايز تقفل المصحف، الشيطان بيوسوس لك، لسه في الاول. فساعتها انت لازم تغصب نفسك. طبعا بتلاقي مفيش خشوع، بس طبعا والكلام ده بينطبق على الصلاه. لازم تغصب نفسك، لازم تقرا، لازم تدوس على نفسك وتدوس على قلبك لحد ما الموضوع بالتدريج يتفك. فساعتها لما انت بس تعمل الكلام ده، يعني تختار حاجه تقيله بالك كده وتحطها مثلا يومين في الاسبوع، ساعتها هتيجي تخش رمضان هتلاقي قلبك فتح، هتلاقيك بقيت احسن، بقيت فعلا عايز تقرا، بقيت بتقرا اكتر، بقى الموضوع بالنسبه لك اسهل. فالموضوع في الاول بيجي بالاراده، وطبعا تدعي ربنا ان هو يشرح صدرك وان هو يخلي عندك خشوع، لان الخشوع ده بجد يعني حاجه مش سهله خالص، ودي حاجه لازم تحطها هدف ان انت تجاهد نفسك ان انت توصل لها. فدي حاجه بتاخد وقت كبير، وحاجه بتحتاج مجهود، لان هي حاجه كبيره جدا ان انت تاخدها. فانت لازم تدرب نفسك على ده ما دام انت عايز تخشع. وربنا يا رب يرزقنا الخشوع كلنا يعني. طيب عشان نلخص الفيديو من الكلام الكتير ده كله، الموضوع بيتلخص في 3 حاجات. اول حاجه افتكار وتوبه، ان انت تكون آه، بتتوب لربنا من الذنب اللي انت يعني فعلا مقيدك قبل رمضان. تقعد مع نفسك وتحاول تحط خطة ان انت تتخلص من الذنب ده، وتدعي ربنا وتحاول تتخلص منه قبل رمضان. تمام، دي اول حاجة. تاني حاجة ان انت تفتكر ربنا بجد، يعني انت تدعي ربنا بجد
بأسمائه الحسنى إن هو ييسر لك الأمر ويشرح صدرك إن أنت تبقى أفضل وفعلا تبقى كويس الشهر ده وتقرأ قرآن بطريقة اللي هو مش زي ما قلت غصب أو تكسل أو كده، لأ فعلا تبقى عايز تقرأ وعايز تتدبر وعايز تفهم وعايز تتحسن من جواك وتدعي ربنا بالتوفيق، وإن هو يعني ما يكونش زي مثلا أي رمضان عدى عليك. فلازم تدعي ربنا وتسأله إن هو يخلي رمضانك في الشهر ده أفضل بكتير. وممكن مثلا تعمل ورد مقترح ان انت، انا هقول مثلا اصلي على النبي 1000 مرة بنية ان ربنا يرزقني التوفيق ويرزقني القدرة على ان انا اكون كويس في رمضان واعمل عباداتي بافضل شكل وازود كمان. فدي ممكن حاجة تعملها تقربا من ربنا. تاني حاجة وهي افعل. طبعا دي بتنقسم لعلمية وعملية. علمية ان انت تفهم فقه الصيام اصلا. ممكن في حاجات اصلا بتفطر وانت مش عارف ان هي بتفطر. تعرف ايه المبطلات، ايه الحاجات اللي لا عادي ممكن تكمل بيها صيامك. وتدرس مثلا آفات القلوب، ايه الحاجات اللي بتخلي ان انت في ما بينك حاجز ما بينك وبين ربنا وتعرف ازاي تتغلب عليها، تدرس ان انت تتخلص منها قبل ما هي تفسد عبادتك وتحاول تدمرك. في حاجه الناحيه العمليه ان انت تحاول تصلح صلاتك. تسأل اصلا احنا بنصلي ليه، ماشي في اسباب بس تسأل اكتر هتعرف حاجات اكتر. تسأل احنا بنصوم ليه، ايه فايدة الصيام، ايه فايدة الصلاة، ايه الفوائد بتاعت الصلاة. هتلاقي فعلا انت لا انا عايز اصلي، انا عايز اصلي اكتر، اصلي بخشوع، عايز احاول احسن علاقتي مع ربنا. يعني حاول تسأل، مش كل حاجة خلاص انا اتولدت كده وبعمل كده يبقى افضل اعمل كده، لا افهم. حاول تفهم كل حاجة وتتدبر كل حاجة. ليه بنعمل كذا، ليه مكتوب في القرآن كذا، ليه اسماء الله الحسنى اصلا كذا، هل في اكتر من 99 اسم ولا لا، ليه 99. حاول تتدبر وتفهم كل حاجة، ده بيزود بالتدريج علاقتك مع ربنا وبيقويها. برضه حاول تزود النوافل، يعني مثلا بدل انت بتصلي 4 تحط اكتر عشان تزود لياقتك. تزود لياقتك في العبادة، وان انت تحاول تتقرب لربنا اكتر وتخش رمضان وانت مرتاح جدا باذن الله. تالت حاجة ودي مهمة جدا، قاعدة التخلي، ان انت تترك. تترك ايه؟ تترك اول حاجة التليفون اللي بيضيع لك وقتك والسوشيال ميديا بجد. مش اللي هو يعني في الشهر ده خالص بالذات، يعني هو شهر واحد والافلام والمسلسلات كلهم بينزلوا في الشهر ده يعني او احلى على الشهر ده. فاترك كل الحاجات دي، خليك كده مع نفسك، اصلا الشهر مش مستاهل. يعني هو مفيش وقت، انت مثلا بتروح جيم، بتعمل عبادة، بتقعد مع اهلك، بتفطر، بتشوف شغلك، بتروح جامعتك، هو الوقت اصلا مضغوط. يعني هو الوقت لوحده مضغوط. فانت تحاول تسيب التليفون وتسيب بقى الحاجات كمان اللي بتليك عن ربنا، والتليفون بيضعف علاقتك مع ربنا. وبتشوف بقى يعني حاجات حتى في رمضان والله بينزلوا حاجات مش افضل حاجه. فتترك اول حاجه التليفون. تاني حاجه صحبه السوق. الناس بقى اللي بيقعد لحد الفجر، تقعدوا تصيعوا وتقعدوا تروحوا وتيجوا وتشربوا مش عارف ايه. انا مش بقولك ما تنزلش، بص عشان في ناس برضو يعني بيختلط عليها الامر. انزل وانزل مع اصحابك، وانزل روح سايبر وهزر وصلوا مع بعض، بجد رمضان الفايبس بتاعته جامده جدا. ولكن انا قصدي مش كل يوم انت بعد من بعد العشاء او بعد التراويح انت بتنزل وتقعد لحد الفجر، بتصيع، بتشرب سجاير، الكلام ده غلط. الكلام ده غلط ومش موجود اصلا، يعني ما ينفعش. فحاول تسيب الحاجات دي وتسيبها بالتدريج. تقطع يعني مثلا لو انت بتدخن حاول تقلل. لو انت معاك صحاب سوء سيبهم فورا بجد والله. مفيش حد فيهم والله العظيم بيحبك او كده، او يعني كل واحد مع نفسه. ف حتى لو في حب ماشي برضو يعني بيضروك بشكل مش طبيعي. فالشهر ده مش مستاهل والله. انت دوبك علاقتك مع ربنا وعلاقتك مع نفسك ومع اهلك والفطار ومش عارف الجيم والسحور. يعني ما مفيش وقت. يعني بجد الوقت بيكون مضغوط كمان لو انت بتدرس، الترم التاني بيكون تقيل وبيكون صغير. فمفيش وقت خالص. ناخد الفيديو في 3 نقط. اول حاجه افتكار وتوبه. تاني حاجه افعل. تالت حاجه اترك. انا بس عشان نسيت اقول ده يعني حاجه كده ملخص سريع او لمحه سريعه من سلسله الشيخ امجد سمير. بجد الراجل ده كويس جدا جدا جدا. تابعوه في الدين. انا هحط البلاي ليست بتاعته في وصف الفيديو. هعمل بلاي ليست الاستعداد لرمضان بيتكلم فيها 4 فيديوهات تقريبا ولا 6 مش فاكر عن الاستعداد لرمضان وبشكل اكبر واعمق. حاولوا تشوفوا الفيديوهات دي بتدبر، ما تسرعوش الفيديو، خلوه بالسرعه العاديه. يعني خلوه بالسرعه العاديه واسمعوا بتدبر، اسمعوا بالراحه، وعادي فيديو ياخد ما ياخد. بس مهم فعلا كل اللي انت بتاخده تطبقه، تكتبه وتطبقه. ما تسمعش، ما تشتغلش سميع وخلاص. اسمع الكلام وطبقه. ده بس كان فيديو بيعرفكم عن الموضوع بشكل بسيط. لكن اللي عايز يعرفه فعلا بشكل اكبر وفي نقط اكيد اكتر الشيخ اتكلم عنها، انا هسيب البلاي ليست اللي هو عاملها في الديسكريبشن، ممكن تخشوا تشوفوها وهتستفادوا جدا يعني عن تجربة. بس يعني خلاص. يلا سلام.